السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. الفيديو هذا اللي جا مباشره من بعد اقصاء المنتخب الوطني المغربي. صراحه فهو اقصاء مر، ولا اقصاء كما تنقولوا بالشمته، لان كان بالامكان احسن مما كان. كنظن بان الحكم اليوم دار كل شيء باش انه يقصي المنتخب الوطني المغربي، ابتداء من التغاضي على ركلات الجزاء، ركلات جزاء واضحه في بدايه اللقاء، وكذلك الهدف اللي سجل المنتخب البرازيلي في اخر لحظات اللقاء فهو مشكوك فيه، لان الكره ربما قاست يد اللاعب. الحكم ما بغاش يمشي يشوف الفار، ولكن فاش مشى لح عليه المدرب نبيل باها فمشى وكانه ما بغاش يمشي. لذلك فكان هناك تحيز واضح واقصاء مر بسبب اخطاء هاويه من الحكم. هذا الحكم هذا اللي خاص يتفتح مع تحقيق، لانه ما يمكنش انه يضم مجهودات لاعبين دراري صغار، دراري ديال 17 عام، ما يمكنش انهم يتعرضوا لهذا الظلم. خاص الفيفا تراجع الاوراق ديالها في هذه المنافسات، وتعطي الحكام اللي يستحقوا، لان ما يمكنش اللاعبين داروا مجهود، دارهم مدرب، رغم كاين بعض التقصير، ولكن الحمد لله اللاعبين المغاربه فرجعوا في المنافسات من بعد ما قدموا لقاءات سيئه في الاول، ولكن جاهدوا ومشاو دقه دقه، واليوم كانوا غيمشيو حتى ركلات الجزاء. فما كنظنش بان بهذه الطريقه هذه يمكن انك تشجع وليدات صغار انهم يلعبوا الكره. فالكثير من هاد الوليدات هادو غادي يحسوا بالظلم وبالحيف، ولان ما يمكنش انك تظلم دراري صغار. منتخب اليوم كنظن بانه دار اللي عليه. خصنا نشجعوا هاد الوليدات لانهم 17 سنه، ما يمكنش انك تطالبوا باكثر مما اللي دار اليوم. فئه 17 سنه المنتخبات ديالها كتشونجا، كتغير، داكشي علاش ما يمكنش انك تعول على منتخب يمشي مزيان. لانه هاد الوليدات ديال 17 سنه العام الجاي غتولي عندهم 18 سنه، ما غيبقاوش مجموعين. يعني هادشي اللي وصلوا ليه، فكنتصفقوا لهم بحراره. رغم اننا كنا كنطمحوا اننا نجيبوا اللقب كمنتخب اقل من 20 سنه، ولكن الاخوان فماشي بالسهل، لان كاينين ظروف وكاينين بزاف العوامل اللي كتخلي هاد المنتخبات ما تحققش داكشي اللي نورمالمون خصها تحققه، ومن بينها هو التحكيم. فكما شفنا اليوم في التحكيم، اليوم كان ظالم، حشومه، عيب، عار هادشي اللي دار الحكم في المنتخب الوطني. ما بغاش يمشي يشوف حتى الفار، ما بغاش يطبق القانون. ما يمكنش. من غير هذا الشيء يمكن ان المنتخب الوطني المغربي اليوم فبغياب المدافع الياس حداوي، ربما حتى هو كان عنده واحد اثر كبير خلى بلاصتو. اللاعب اللي عوضه ما كانش في نفس المستوى. على اي ما يمكنش اننا نلوموا ذاك اللاعب. كنشجعوا اللاعبين وكنشجعوا جميع اللاعبين اللي شاركوا، والمنافسات فهي انتهت بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، ولكن ما انتهتش بالنسبه للمنتخبات الوطنيه. ان شاء الله خاص غير الجامعه انها توقف بيد من حديد امام هذا الظلم وتصدر بلاغ، لانه هذا الحكم هذا فجاي باش يقصر المنتخب الوطني المغربي من الاول. ما مشاش لضربه جزاء ديال المنتخب الوطني المغربي، فلذلك فاللاعبين حسوا بانه كاين هناك ظلم تحكيمي، كاين حيف. داكشي اثر لهم على المعنويات، وشفنا انهم بغاو يمتدوا اللقاء ركلات الترجيح، وللاسف هذا الشيء اللي ما وقعش من بعد ما احتسب الحكم هدف. البرازيل بفخامه اسمها اليوم اعتمدت على حكم باش انها تقسم المنتخب الوطني المغربي. كنقول لكم الاخوان بان هذا الاقصاء اليوم فهو اقصاء شمته، ولكن القادم افضل. كنصفقوا على هاد اللاعبين، وكنقولوا لنبيل باها بانه يعاود يراجع الاوراق ديالو في مستقبل المنافسات، يحاول انه يخدم بجديه اكثر، يخدم بطموح افضل، ويبعد على ما هو عشوائيه او حظ، لان شفنا بعض المباريات نبيل باها ما كانش هناك خطه. فلذلك الجامعه وفرات لك الظروف، خصك تعطينا منتخب قوي، منتخب اللي كيفوز بثلاثه وباربعه وبجوج لصفر كمنتخب اقل من 20 سنه، وماشي منتخب اللي يقدر يعتمد غير على ضربات الجزاء او ركله حره او لا. فمن هذه الناحيه نقدر نقولوا بان الحكم ظلمنا، ولكن من ناحيه اخرى فبزاف ديال الناس عرفوا بانه او اقتنعوا بان المنتخب الوطني المغربي ما يمكنش يوصل بعيد بسبب
انه المستوى شويه متذبذب عند هذا المنتخب اقل من 20 سنه. هادشي اللي كاين الاخوان، يمكن اننا نتلاقاو في فيديو اخر لتحليل بعض الامور او الاحداث الرياضيه كالعاده. صراحه هذا الفيديو هذا درته وانا ماشي في كامل المورال كما تنقولوا، طير المورال طيح، ولكن خصني ضروري انني نخوي قلبي، وضروري ان حتى المتلقي يسمع واحد الاسباب ديال الهزيمه، باش ما يقولش حيت كاين اللي ما تفرجش في الماتش ويقدر يشوف غير النتيجه ويقول لك هادو صافي خسروا. لا، خسروا، ولكن راه كاين تما اسباب خارجه عن كره القدم، واللي من ضمنها التحكيم اللي كان اليوم هو بطل اللقاء ونجم اللقاء كيف ما تنقول. الى ذلك الحين